ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بص، مقدمه بقالي ساعه عمال افكر اكتب ايه مش لاقي حاجه. ففي الفيديو ده هتكلم عن فروقات بين معالجات اي ام دي وانتل. وطبعا مش قصدي بالفروقات ديت ان اقول لك تشتري انهي واحده فيهم، لا، انا هقول لك على ميزه كل شركه بتستخدمها عشان تصنع المعالجات بتاعتها، وبعدين انت تشوف انه الانسب ليك، وانا هقارن بينهم بناء على الاداء في الالعاب والاداء في البرامج التقيله والمونتاج واستهلاك الطاقه والحراره والسعر مقابل الاداء والمستقبل والترقيه، وفي الاخر هديك الخلاصه. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كده وهو الاداء في الالعاب. في الالعاب الاداء بيعتمد على حاجتين: عدد الفريمات وثبات الاداء بدون دروبات او تهنيج. كل شركه عندها طريقتها في التعامل مع النقطه دي. عندك انتل فهي بتركز على الترددات العاليه، وده اللي بيخلي معالجاتها تدي فريمات اعلى في معظم الالعاب، خصوصا في الجيل الجديد اللي بتستخدم البي كورس للاداء العالي والاي كورس لمهام الخلفيه. ده معناه ان انتل بتدي تجربه سلسه اكتر في الالعاب اللي بتعتمد على المعالج بشكل كبير زي فالورانت وور زون. على الناحيه الثانيه بقى اي ام دي عندها ميزه الكاش الكبير، ال 3 دي في كاش، وده اللي بيخلي ادائها ممتاز في العاب العالم المفتوح اللي بتحتاج تحميل مستمر للخريطه زي سايبر بانك وريد ديد ريديمشن 2. كمان ثبات الاداء عندها افضل على المدى الطويل، وده بيفيد لو بتلعب على اعدادات عاليه لفترات طويله. بس لو بنقارن على مستوى الفريمات المطلقه، معالجات انتل هي اللي بتكسب تماما، وكده واحد لانتل. تاني حاجه بقى وهو الاداء في البرامج التقيله والمونتاج. لما نيجي نتكلم عن الشغل التقيل زي مونتاج ال 3 دي والريندرنج وبرامج الانتاج، الاداء بيعتمد على حاجتين اساسيتين: سرعه النواه الواحده وعدد الانويه والخيوط اللي هي الثريدز. انتل بتتفوق في البرامج اللي بتعتمد على النواه الواحده زي الفوتوشوب وبعض ادوات الافتر افكت، وده لان ترددات المعالج عندها اعلى، وده بيخلي المهام السريعه زي تعديل الصور والانيميشن الخفيف تشتغل بشكل اسرع. كمان وجود الاي كورس في الاجيال الحديثه بيساعد على تشغيل برامج متعدده في نفس الوقت من غير تهنيج، وده بيكون مفيد جدا للمصممين اللي بيشتغلوا على اكتر من برنامج في وقت واحد. اي ام دي بقى بتتفوق في البرامج اللي بتحتاج عدد كبير من الانويه زي بلندر وبريمير برو وريزولف، وده لان معالجاتها غالبا بتيجي بعدد انويه وخيوط اعلى من منافسينها بنفس الفئه السعريه. ده معناه ان لو عندك مشروع 4K او حتى 8K وتقيل بالرندره، معالجات رايزن هتديك وقت تصدير اقل واداء اكتر واستقرار على المدى الطويل. في نفس الوقت اي ام دي بتستهلك طاقه اقل وما بتسخنش بسرعه زي انتل، وده بيفيد لو بتشتغل لفترات طويله وعايز جهازك يفضل محافظ على الاداء من غير ما يدخل في سيرمر ثروتلينج بسبب الحراره العاليه. فلو بنتكلم على الرندره والبرامج التقيله، معالجات اي ام دي هي اللي بتكسب تماما، وكده التعادل. اما عن استهلاك الطاقه والحراره، الموضوع هنا بيتعلق بحاجتين: كفاءه المعماريه والتبريد المطلوب لكل معالج. انتل في الاجيال الجديده عندها اداء قوي جدا، لكن المشكله انها بتستهلك طاقه اعلى، فرق واضح مقارنه بالاي ام دي. معالجات الفئه العليا زي الاي 9 14900K ممكن توصل استهلاكها لاكثر من 250 واط تحت الضغط. ده معناه انها بتحتاج تبريد قوي جدا، سواء مشتت هوائي ضخم او تبريد مائي احترافي عشان تحافظ على ادائها. غير كده ممكن توصل لمرحله السيرمال ثريتلينج وتقلل سرعتها بسبب الحراره العاليه. اي ام دي بقى بتتفوق في النقطه دي بوضوح، لان معماريه الزين 4 مصممه على كفاءه طاقه احسن، وده معناه ان معالجات الرايزن 7 والرايزن 9 بتدي اداء قريب جدا من انتل لكن باستهلاك طاقه اقل، وده بيخليها تسخن اقل وما تحتاجش تبريد مبالغ فيه. معالجات 3 دي في كاش كمان بتكون اكتر توفير في الطاقه، لانها بتشتغل بترددات اقل نسبيا. بمعنى بسيط، لو عايز معالج اقل في السخونه ما يستهلكش كهرباء كتير، معالجات اي ام دي هي الخيار الافضل، وبالتالي من ناحيه استهلاك الطاقه والحراره اي ام دي هي اللي بتكسب تماما، وكده 2-1 لاي ام دي. السعر مقابل الاداء. لما تيجي تشتري معالج اكيد عايز تحس انك دفعت فلوسك في المكان الصح. هنا بقى بنشوف مين اللي بيديك اكبر قيمه مقابل سعر. انتل بتميل انها تكون ارخص في الفئات المتوسطه والاقتصاديه، فمثلا لو بتدور على معالج في حدود ال 6000 وال 10000 جنيه هتلاقي الاي 5 13600K والاي 7 13700F بيدوك اداء ممتاز جدا في الالعاب والبرامج بسعر منافس. كمان لو هتجيب معالج من غير كسر سرعه اللي هي النسخ اللي بتنتهي بحرف اف زي الاي 5 12400F بتوفر لك اداء كويس جدا بسعر اقل، لانها مش بتيجي بكارت شاشه مدمج. اي ام دي بقى بتقدم افضل قيمه في الفئات العليا، لان معالجات الرايزن 7 والرايزن 9 بتيجي بعدد انويه وخيوط اكتر بسعر اقل من المنافسين في انتل، وده بيفيد اكتر في الرندره والمونتاج. لو جيت تبص على معالجات ال 3 دي في كاش هتلاقي ان الرايزن 7 7800 اكس 3 دي بيقدم اداء خرافي في الالعاب، يتفوق على الاي 9 من انتل، وكل ده باستهلاك طاقه اقل وسعر اقل. حاجه كمان لازم تحطها في دماغك ان اي ام دي بتدعم نفس السوكت لفتره طويله، يعني لو اشتريت بورده حديثه النهارده ممكن تعمل ترقيه بسهوله قدام، بعكس انتل اللي بتغير السوكت كل كام جيل، وممكن تلاقي نفسك مضطر تغير البورده كمان. لو بتجمع جهاز بفئه متوسطه او اقتصاديه، انتل بتديك قيمه افضل. لو عايز اعلى اداء بسعر كويس في الفئات العليا، اي ام دي هي اللي تستاهل فلوسك. يعني في الفئات المتوسطه انتل تكسب، وفي الفئات العليا اي ام دي تاخد اللقب، وبكده كل واحد في الاثنين هياخد نقطه. المستقبل والترقيه. لو انت بتفكر في المعالج كاستثمار طويل المدى، فمهم جدا تبص على امكانيه الترقيه بعد كذا سنه عشان ما تلاقيش نفسك مضطر تغير البورده والمعالج مع بعض لما تحب تطور جهازك. انتل عندها مشكله معروف
معروفه، وهي انها بتغير السوكت كل جيلين تقريبا. يعني لو اشتريت معالج من جيل ال 13 او ال 14 ممكن تلاقي نفسك محتاج بورده جديده بالكامل لما تيجي ترقي للجيل ال 15 او ال 16، وده بيخليك محصور في مدى زمني معين، بعدها هتضطر تدفع اكتر في التحديث. AMD بقى بتلعبها بذكاء، لان سوكت ال AM4 استمر اكتر من 5 سنين، ومعالجات الرايزن الجديده تشتغل على AM5 اللي المفروض يكمل معانا فتره طويله. فلو اشتريت بورده حديثه دلوقتي هتقدر تطور للجيل الجديد بسهوله من غير ما تغير كل حاجه. معالجات ال AMD بتدعم الDDR5 بشكل كامل، وده هيكون المستقبل خلال السنين الجايه، بينما انتل لسه فيها دعم مزدوج للDDR4 والDDR5. فلو جبت بورده DDR4 دلوقتي ممكن تواجه مشاكل ترقيه بعد كده. كمان AMD بتستخدم تقنيات زي ال 3D في كاش اللي اثبتت انها بتحسن اداء الالعاب بشكل كبير، ودي ممكن نشوف منها اصدارات اقوى في المستقبل. انتل كويسه لو مش ناوي تطور قريب وعايز اداء دلوقتي، لكن المستقبل والترقيه عندها محدود. ال AMD بتديك عمر اطول للسوكت، وده للتقنيات الجديده، فهتكون ترقيه جهازك اسهل واوفى مستقبل. يعني من ناحيه المستقبل والترقيه AMD هي اللي بتكسب تماما. وكده 4-2 ل AMD. تعالى بقى يا عم الحاج اما اديك الخلاصه. للالعاب انتل هي اللي تكسب، للمونتاج والرندره AMD تكسب بسبب عدد الانويه الاكبر. الحراره والطاقه AMD ابرد واكثر، انتل اسخن وبتستهلك حراره اكتر. السعر مقابل الاداء انتل ارخص في الفئات المتوسطه، AMD افضل في الفئات العليا. المستقبل والترقيه AMD تعيش معاك اكتر، انتل بتغير السوكت بسرعه. ايه بقى هو الخيار الافضل؟ للالعاب والمستقبل AMD. لأداء قوي بسعر أقل دلوقتي هتجيب انتل، وفي النهاية كل واحد فيهم له مميزاته وعيوبه، والقرار بيرجع لاستخدامك وميزانيتك. لو عايز الأفضل للألعاب والمستقبل AMD هي الاختيار الأنسب. لو عايز أداء قوي بسعر أقل دلوقتي انتل هتكون صفقة كويسة. وقبل ما أقفل الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبس كده، وده كان فيديو النهاردة. سلام.